ندير؟ لا خير في أمة تأكل مما لا تنتج وتلبس مما لا تنسج. تخيل تقوم الصبح تلاقي السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط بتزرع قمح، بس مش عندها، لأ، في قلب صحراء الجزائر. أيوة الجزائر، مش مشروع صغير ولا مزرعة تجريبية، ده استثمار ب89 مليون دولار في منطقة اسمها المنيعة، وسط أرض كانت طول عمرها بتوصف بالقاحلة. إيه اللي يخلي دولة زي السعودية بكل إمكانياتها تطلع من أراضيها وتروح تحط فلوسها ومشاريعها في مكان تاني بعيد عن حدودها، خصوصاً لما نعرف إن الزراعة دي بتعتمد على مياه جوفية قديمة غير متجددة، والمشروع كله على أرض مش بتاعتها؟ هل ده نوع جديد من النفوذ السياسي ولا خطوة جريئة لحل أزمة الأمن الغذائي؟ وهل الجزائر كسبانة فعلاً ولا بتفتح على نفسها باب تبعية جديدة في عالم بيتقلب فيه كل حاجة بسبب الحرب أو الوباء أو حتى الجفاف؟ اللي بيملك الغذاء هو اللي بيملك القرار. ده هنكشف كل حاجة ورا المشروع اللي بيحصل في المنيعة، من بداية الفكرة لحد المخاوف البيئية، مروراً بالمكاسب الاقتصادية، ووصولاً للسؤال الكبير: إحنا فين من ده؟ وهل ده مستقبل الزراعة ولا مجرد فصل جديد من فصول النفوذ الناعم؟ اربط الحزام، لأن الرحلة دي فيها أرقام، مفاجآت، ونقطة تحول في شكل العلاقات العربية. يلا بينا نبدأ. تعال نحكي الحكاية من الأول واحدة واحدة. ركز معايا في الفيديو ده وصدقني هتنبهر. بس الأول ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان الحلقات الجاية هتكون أقوى. أنت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر؟ تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنة هذول. قسما بالله اللي حيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. أرضي وأنا حر، ولا تلومن إلا أنفسكم. عيب أنتوا بتتعاملوا مع ناس كبار. في بداية 2024 السعودية أعلنت عن مشروع زراعي ضخم في منطقة المنيعة جنوب الجزائر. المشروع مش بسيط، بنتكلم عن 20,000 هكتار بمزرعة ألبان متكاملة، أنظمة ري ذكية، محاور زراعة دقيقة، أنابيب مية وتغذية آلية، ومتابعة بالمستشعرات والذكاء الصناعي. الهدف زراعة محاصيل استراتيجية زي القمح والبقوليات والأعلاف، مش بس لتأمين احتياجات الجزائر لكن كمان لتأمين السعودية نفسها. ليه؟ لأن السعودية بتستورد أكتر من 80% من غذائها، والجزائر بتستورد 70% من القمح اللي بتستهلكه. يعني المشروع ده جاي في وقت الكل بيدور فيه على حل. ظرف سنة واحدة من تاريخ إعطاء إشارة الانطلاق للاستثمار السعودي الجزائري في مجال إنتاج الحبوب والأعلاف بولاية المنيعة، تم تحقيق رقم فاق 50,000 قنطار بنسبة 10% من إنتاج ولاية المنيعة كلها. تسهيلات إدارية استثمارية دفع بمنطقة المنيعة في ولاية غرداية لأن تكون قبلة للكثير من المستثمرين لإنشاء مزارع نموذجية. والمشروع مش بس مزرعة، ده نموذج متكامل بيجمع بين التكنولوجيا والزراعة. التقنيات اللي بيتم استخدامها هناك بتعكس تحول السعودية من دولة بتعتمد على البترول بس لدولة بتخطط تكون لاعب إقليمي في مجال الغذاء. والمثير إن المشروع ده مش الأول من نوعه، لكنه أول مرة ياخد الشكل المنظم بالشراكة مع دولة عندها إمكانيات كامنة زي الجزائر. بمعنى آخر، هو مشروع بيتبني على واقع سياسي واقتصادي جديد، وبيستغل نقطة ضعف عند الطرفين. السعودية محتاجة أرض والجزائر محتاجة استثمار وتنمية. بعد حرب أوكرانيا 2022 العالم كله شاف بعينيه إن الغذاء مش رفاهية، لأ، ده أمن قومي. أسعار القمح طارت، سلاسل الإمدادات اتقطعت، ومفيش مينا مضمون يوصل لك أكل في وقت الأزمات. من هنا السعودية بدأت تعيد حساباتها. بدل ما تزرع في أرضها اللي مش مناسبة زراعياً ومياهها شحيحة، ليه ما تزرعش في أرض تانية بس تفضل هي اللي متحكمة؟ ودي مش أول محاولة. السعودية جربت قبل كده مشاريع زراعية في السودان وباكستان والأرجنتين وفشلت، إما بسبب مشاكل سياسية أو بنية تحتية ضعيفة أو رفض شعبي. بس الجزائر كانت مختلفة، وهنا نرجع لنقطة إن الغذاء بقى عنصر استراتيجي زي النفط والسلاح. دولة عندها قدرة على إنتاج الغذاء بكميات كبيرة في وقت الأزمات هي دولة بتمتلك نفوذ. وعشان كده الاستثمار في الزراعة بقى مش بس قضية اقتصادية، ده جزء من خريطة النفوذ العالمي الجديد. في حالة السعودية المشروع بيخدم هدف بعيد المدى، بناء ممرات غذائية بديلة
ومصادر إنتاج مستقرة في مناطق آمنة سياسياً. وده بيخلينا نبص للمشروع على إنه جزء من رؤية أوسع بتخطط فيها المملكة علشان تخرج من تبعية الاستيراد وتدخل في معادلة التحكم. ربي نعم علينا بالجنوب، الجنوب فيه مياه طايلة، نقدر كل حبوب تاعنا وكذا ننتجها إلا في الجنوب، والخضروات وهذه في الشمال ممكن، ولا لي دو ميم طون في الجنوب. المنيعة رغم إن الناس شايفاها منطقة مهملة، لكن هي من أكتر الأماكن اللي فيها إمكانيات زراعية في الجنوب الجزائري. تحتها طبقة مياه جوفية ضخمة جدا اسمها نظام المياه في شمال غرب الصحراء الكبرى، وبتغطي الجزائر وليبيا وتونس. بس خلينا نكون واقعيين، المياه دي أحفورية، يعني مش بتتجدد، يعني لما تستخدمها هتخلص. ده مش بس معروف للجزائر، السعودية كمان جربته بنفسها لما جربت تزرع قمح محليا في التسعينات، واستنزفت طبقات المياه الجوفية لحد ما نزل منسوبها أكتر من 100 متر. ومن ساعتها قررت تبطل إنتاج القمح المحلي وتركز على الزراعة في أراضي تانية. المنيعة كمان عندها مميزات تانية، استقرار سياسي نسبي، قانون استثمار جديد في 2022 سهل على المستثمرين الأجانب يملكوا مشاريع من غير شراكة إجبارية، وشبكة رقابة قوية على الجنوب. كل ده بالنسبة لهم ضوء أخضر. ومن الناحية الجغرافية، المنيعة بتعتبر نقطة اتصال بين الشمال الصناعي والجنوب الزراعي في الجزائر، وده بيخليها موقع استراتيجي لأي مشروع كبير. كمان درجة الحرارة العالية مش عائق حقيقي مع استخدام الزراعة الذكية، بالعكس ده بيساعد على زراعة محاصيل معينة بسرعة كبيرة. والجزائر نفسها محتاجة حلول لأزمة البطالة اللي بتضرب الجنوب، والمشروع ده جاي كنوع من الحلول المشتركة، شغل للشباب، تنمية المناطق النائية، وفي نفس الوقت دخول رؤوس أموال كبيرة للبلد، يعني الكل كسبان. اللي بيحصل في مزرعة المنيعة مش زراعة تقليدية، في أجهزة بتراقب توقيت الزراعة المثالي، في أنظمة بتحسب استهلاك كل لتر مية، في حلب آلي وتغذية إلكترونية وتخزين مبرد. بيتم تتبع كل بقرة على حدة، يعني لو بقرة ما كلتش كويس في يوم السيستم هيعرف ويتصرف. وده مش بس علشان الإنتاجية، ده عشان السعودية عايزة تضمن كل جرام يطلع من المشروع، وكمان علشان توفر في الموارد، لأن الزراعة التقليدية في بيئة صحراوية بتستهلك كميات ضخمة من المية والطاقة، وده مش عملي خالص في مشروع بالحجم ده. الأنظمة الرقمية اللي مستخدمة هناك بتخلي كل حاجة ماشية بالدقة، من عدد ساعات سطوع الشمس لدرجة حرارة التربة لحد نسبة البروتين في اللبن. والجميل إن الزراعة الذكية دي مش بس الإنتاج، دي كمان بتساعد في التصدير، لأن المنتجات بتطلع بجودة عالية ومواصفات يمكن تتبعها بسهولة، وده بيخليها مؤهلة تدخل أسواق عالمية زي أوروبا. يعني المشروع بيجمع بين الطموح الاقتصادي والتطور التكنولوجي، وبيقدم نموذج جديد للزراعة في العالم العربي ممكن يتكرر في أماكن تانية لو نجح. أنا حاولت مع الوزير الفلاحة السابق كيفاش نخلق آليات اللي تخلي الفلاحة تتحرر من وزارة الفلاحة. الجزائر كسبت إيه؟ كتير جدا، أكتر من 200 وظيفة دائمة، 300 وظيفة موسمية، تطوير للبنية التحتية، كهرباء، طرق، دعم لوجستي، تعليم وإنترنت القرى كانت منسية. بس هنا يجي السؤال المهم، هل ده تنمية ولا استعمار ناعم؟ ناس بتقول يا عم دي أرضنا والمية ميتنا وهم بياخدوا الإنتاج، وغيرهم بيقول ما هو أحسن من ما كانت فاضية، على الأقل في شغل وتطوير. وفي كمان نقطة مهمة، المشروع فتح أبواب لمشاريع تانية صغيرة في نفس المنطقة، زي ورش صيانة للمعدات الزراعية، محلات لبيع منتجات الألبان، وحتى فرص لتدريب الشباب على تكنولوجيا الزراعة. يعني العجلة الاقتصادية بدأت تتحرك حوالين المشروع، وده بيخلي فكرة الاستعمار الناعم مش دايما سلبية، خاصة لو في فايدة للطرفين. بس دايما لازم يكون في رقابة ومتابعة علشان نضمن إن الفايدة دي ما تتحولش لنفوذ سياسي أو اقتصادي على حساب السيادة. والسؤال الحقيقي، هل الجزائر هتعرف توازن بين الاستفادة وبين حماية مصالحها؟ أكبر خوف هو المية. المشروع بيعتمد على مياه جوفية غير متجددة، ولو فضل السحب بالمعدل الحالي العلماء بيقولوا إن الطبقة الجوفية ممكن تتدمر خلال عقود قليلة. كمان في ناس بتخاف من التبعية، يعني لو السعودية بقت هي المتحكمة في سلاسل الغذاء ده يخلي الجزائر في موقف ضعيف. والبعض شايف إن المشروع ده ممكن يدي السعودية نفوذ سياسي مش بسيط في شمال أفريقيا. اللي بيقلق الناس أكتر هو إن معظم المياه اللي بتستخدم هناك اسمها مياه أحفورية، يعني مياه قديمة موجودة من آلاف السنين ومش بترجع تاني. المشروع حالياً بيستخدم كميات كبيرة جداً لري دوائر المحاور الزراعية، وده بيحتاج ضغط مستمر من الآبار. التحدي الكبير هنا هو هل السعودية هتتحكم في سرعة وضغط السحب، ولا الهدف يكون إنتاج أعلى مهما كانت الكلفة البيئية؟
والجزائر كمان لازم تاخد بالها من حتة الاستقلالية. مين بيقرر مصير الأرض دي؟ ولو حصل خلاف سياسي لا قدر الله، هل السعودية ممكن تستخدم ده كورقة ضغط؟ وعشان كده في مطالب من جمعيات بيئية جزائرية بضرورة وجود لجنة مراقبة مستقلة تتابع استهلاك المية وجودة التربة، وتشوف تأثير الزراعة المكثفة دي على المحيط الطبيعي والمجتمعات المحلية. اللي بيحصل في المنيعة مش مشروع واحد وخلاص، ده نموذج. لو نجح السعودية هتكرره في أماكن تانية، وفعليا دول تانية بدأت تتحرك. قطر اشترت أراضي قريبة، تركيا وإيطاليا وقعوا اتفاقيات مماثلة. يعني في سباق جديد في الصحراء، مش على النفط، على التربة. الجميل في النموذج ده إنه مش بيعتمد على التمويل الضخم بس، لكنه بيعتمد على الدمج بين التكنولوجيا والاحتياج المحلي. وده بيخلي النجاح بتاعه مش بس في الإنتاج، لكن كمان في إن الناس تحس بفوائده. بس برضه لازم نسأل، هل الدول دي بتبني فعلا شبكة غذائية مشتركة، ولا كل دولة بتفكر في نفسها بس؟ ولو النموذج ده نجح فعلا، ممكن يكون بداية لمفهوم جديد من التعاون العربي في الزراعة، خصوصا مع تصاعد الأزمات المناخية في العالم. لكن لو فشل، هيكون بمثابة صفعة كبيرة مش بس للسعودية، لكن كمان لفكرة الشراكة الزراعية الإقليمية كلها. الرهان هنا كبير والمكاسب ضخمة، لكن المخاطر كمان لا يمكن تجاهلها. في النهاية، هل المشروع ده عبقري؟ ممكن جدا. هل في مخاطر بيئية؟ أكيد. هل بيفتح باب لتبعية جديدة؟ محتمل. بس الأكيد إننا دخلنا زمن جديد، ما بقاش فيه أمان بدون أكل. في العالم الجديد اللي هيسيطر على الزراعة هو اللي هيقود، واللي بيحصل في صحراء الجزائر مش مجرد مزرعة، ده فصل جديد في حرب ناعمة جدا بس مصيرية جدا. الزراعة بقت أداة سياسية، واللي بيملك القمح ممكن يساوي نفوذ اللي بيملك بترول. في ظل التغيرات المناخية وارتفاع الأسعار واضطرابات الإمداد، الزراعة مش بس أكل، الزراعة بقت استراتيجية، وساعتها القمح هيبقى أهم من النفط. بس كده. وزي ما بنقول دايما على قناة علشان لو حد سألك، لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي، شكرا إنك كملت معانا لآخر الفيديو. لو عجبك التقرير ما تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصل لك كل جديد. نشوفك في الفيديو الجاي. سلام. لا خير في أمة تأكل مما لا تنتج وتلبس ما لا تنسج. تميم تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنة هذول. قسما بالله اللي هيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. ارضي